تخاطب بها العالم وتجبر العالم على احترام إرادتها باستخدام لغتها. ذهبت إلى بعض هذه الشعوب، مثلا ذهبت إلى تركيا فقلت لهم بماذا تدرسون العلوم الطب والهندسة؟ قالوا بالتركية. فسألت لماذا؟ قالوا لي هذه كرامتنا القومية. من منطلق الكرامة القومية يفعلون المستحيل في سبيل أن ينهضوا بلغتهم وبمجتمعهم. عندما قام لينين بانقلابه البولشوفي في روسيا سنة 17 نظر فوجد أن اللغة الروسية متخلفة تماما، وأن التقدم الحقيقي في أوروبا. فأنشأ ديوانا للترجمة جعل فيه 100,000 مترجم، ورأس هو بنفسه ديوان الترجمة، وقاموا بترجمة كل علوم الأرض إلى اللغة الروسية، فأحيا اللغة الروسية وبدأت تصبح لغة من لغات الحضارة التي تعبر عن كل المفاهيم المتجددة، بل سبقوا في مجال الفضاء عندما قفزوا هم لأول مرة بيوري جاجارين. هكذا الذين يريدون النهضة لا يمكن أن يقبسوها عن لغات أخرى أو عن تجارب شعوب أخرى، وإنما لابد أن تخرج النهضة من أعماقهم وأن يعتمدوا على مقوماتهم. والعربية تحتاج الآن إلى هذه النهضة، بل أقول إلى هذه الثورة. إننا لابد أن نتحدى تلك التحديات التي تفرض علينا. يقولون عنا إننا متخلفون. كيف؟ نحن مسلمون، نحن سادة العالم في التوحيد، نحن سادة العالم في البيان. أنصنف ضمن الشعوب المتخلفة والدول العالم الثالث إلى آخره، فلنكن طليعة تلك الشعوب في التقدم وفي اقتحام مجالات الحضارة على أساس رد كرامة اللغة، أن تستعيد اللغة كرامتها بعد أن أهناها، وبعد أن بدأ فريق منا في بعض البلاد العربية يذبحون اللغة ذبح الشاة ويأرزون إلى اللغات الأجنبية وكأنهم ملوك أكثر من الملك، كأنهم إنجليز أكثر من الإنجليز. كيف يحدث هذا؟ وأي انتماء لهؤلاء؟ إننا نتمنى ثورة لغوية جديدة تردنا إلى القرآن، إلى حفظ الكتاب الذي بنى أمتنا، الذي زود حياتنا بعناصر ومقومات الحياة. وذلك أمل أرجو أن تكون هذه الليلة بدايته، وأن ييسر الله عز وجل على يد أمير المؤمنين خطوات ثورية جديدة في سبيل أن تسترد هذه الأمة كرامتها ويستعيد أبناؤها ثقتهم بلسانهم، لسان القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا يوجد لسان أعجمي مبين، وإنما هو لسان عربي مبين كما شاء الله له أن يكون.